الزوج المصري اللي حاول يخلص على زوجته المصرية وبعد كده خلص على نفسه في نيوجيرسي، والفيديو الحصري اللي قلته لك قبل اي حد تاني بمعلومات عن الموضوع. النهارده جاي لك بمعلومات جديدة والتحديث مهم جدا عن الموضوع، واهم حاجة في نقطة مهمة جدا لازم اوضحها عشان فيها كان خطأ مهم. القصة هنا بتعود لإيه؟ لمشكلة حصلت أول امبارح في نيوجيرسي. في زوج مصري مسك زوجته، ربطها، قطع ايديها ورجليها وحاول يخلص عليها من رقبتها بالذات من ورا، كان في جرح كبير جدا للموضوع، وبعد كده خلص على نفسه. الأداة اللي استخدمها غير اللي أنا قلتها، الأداة اللي هو استخدمها فاس، فقدر ان هو بيها يعمل القصة ديت وقدر ان هو يخلص على نفسه. للأسف الزوجة اتنقلت لمستشفى محلية، والمستشفى حطوا دم كتير وقصة كبيرة لان هي نزفت دم كتير جدا، وقدروا ان هم يرجعوا اطرافها مرة تانية، ولكن لسه هي في غيبوبة. ربنا يتم شفاها على خير، ربنا يرجعها بالسلامة لعيالها. والزوج اللي توفى ربنا يرحمه، ولكن هو عمل كارثة كبيرة. المشكلة الرئيسية والقصة الرئيسية ان انا اتكلمت امبارح على ان هو ما بيشتغلش. الحقيقة ان هو طلع ان هو كان بيشتغل بدل الشغلانة 2، ولكن المشكلة ان كان عندهم مشاكل مالية ضخمة جدا، مشاكل بقى لها فترة كبيرة وحوارات. انا مش هتكلم في التفاصيل بتاعتها لان هي تفاصيل شخصية، ولكن دي مشكلة رئيسية اتسببت في ازمة كبيرة جدا ما بينهم. في الاخر هو اتصرف بشكل سيء جدا، سيء جدا وغير انساني وغير عقلاني وغير اي حاجة في الدنيا. الراجل ده عمل كارثة كبيرة، ربنا يسامحه على اللي هو عمله وربنا يشفي مراته، ولكن المشكلة الكبيرة كانت العيال. دي النقطة اللي انا كنت بدور عليها بشكل كبير جدا امبارح، واتأكدت ان الكنيسة المصرية في نيوجيرسي في ايست برانزويك قدرت ان هم ياخدوا العيال كانوا امبارح يا جماعة هيروحوا لأسرة تانية. امبارح الكنيسة تدخلت بشكل حازم جدا وقدروا ان هم يخلوا العيال عندهم، والعيال الحمد لله دلوقتي معاهم. المشكلة الكبيرة دلوقتي على العيال يا جماعة، عيال صغيرة يا جماعة، العيال ديت محتاجة ان احنا نحاوطهم. الاهالي محتاجة ان هي تخلي عيالها ما تبقاش قاسية معاهم ولا تضايقهم. العيال دول انا مش عارف بعد كده هيقدروا يكملوا عيشة في نفس المكان اللي هم كانوا فيها. يعني لو ربنا سهل وامهم قامت بالسلامة هيقدروا يكملوا ويعيشوا في نفس الحتة في نفس المنطقة، هيشوفوا نظرات العالم ليهم عاملة ازاي. موضوع بشع جدا. تخيل عيال في العمر الصغير دوت وهم لوحدهم، العيال اتقطعوا من شجرة يا عيني. العيال مش بس كده، عندهم هم كبير جدا من القصة البشعة اللي حصلت ما بين أبوهم وأمهم. تاني وتالت يا جماعة، الخلافات الكبيرة ليها حلول، والأزواج اللي عندهم مشاكل بالشكل الكبير دوت يا جماعة اتطلقوا وابعدوا عن بعض. ليه تكبروا المواضيع لغاية لما توصل لكده؟